ما عودناكم بالصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. يا جماعة أنا عايز أوصل رسالة لأهل القرية، لكل ست محترمة وكل راجل محترم، يا ريت يحافظوا على أولاده. الناس لما تشتكي من الفشل الكلوي وتشتكي من الكبد وتشتكي من السرطان ويقول ده يجي منين؟ ده نهر النيل، ودي الزبالة اللي مكبوبة على نهر النيل. القمة تتوجه على نهر الزبالة كده؟ ده وضع يرضى ربنا؟ ده بامبس وزبالة وهدوم وحاجات يعني الواحد مش عايز يتكلم عليها. ده ما يرضيش ربنا والله. احنا عايزين نحافظ على حضارة مصر وتراث مصر. احنا عايزين نحافظ على حضارة مصر وتراث مصر، مش نردم وفي الاخر المية تروح وتخش المحطات وتطلع لولا ان هم ما يحطوا لها كلور ويحطوا لها حاجات كتيرة. مش عايزين نتكلم يا جماعة، حرام عليكم. عايزين نحافظ على حضارة مصر. شوفوا اللي انتوا شايفينه ده، الزبالة دي لما تسبب المشاكل، الزبالة دي لما تسبب المشاكل. لو في واحدة تقدر تستعمل تحطه قدام بيتها بستلة زبالة ولا شوية مية قدامها كده مش هتعرف تشربهم، لكن هي بتنظف بيتها وتيجي تكب هنا. المية اللي بتغسل بيها والمية اللي بتشرب بيها هي اللي ما ترمي فيها. أنا عايز أوصل رسالة لكل إنسان محترم، إن كان موظف ولا فلاح ولا راجل فقير، يحاول يحافظ على تراث مصر. دي مش حضارة، والله العظيم دي ما حضارة، دي مش حضارة، والله العظيم دي ما حضارة. كل واحد معاه كرتونة فيها زبالة يرميها على البحر ويقول لك سيبها لله، وفي الآخر تيجي تشرب. أنا ما أقدرش أقول غير كده. وأي حد يكب في نيل بتاع مصر ديت ولا نيل بلدنا، والله ما أقدر أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، لأنه أول حاجة بيأذي نفسه وبيأذي عياله علشان خاطر الزبالة دي. شكرا يا جماعة، واللي جاي أفضل.